يقول: ما الحجاب الشرعي؟ الحجاب حقيقة يعني اليوم صار في مفهوم خطأ، يعني المفاهيم أحيانا يعني تكون خطأ. ظن كثير من الناس اليوم أن الحجاب هو تلك الخرقة التي يغطى فيها الشعر سواء كان كله أو بعضه، وهذا ليس بصحيح. الحجاب لباس كامل الحجاب، وليس هذه الخرقة التي توضع على الرأس أو على الشعر تغطيه، ليس. وذاك يفرح الناس أحيانا فلانة تحجبت وتطلع ببنطلون ولا قميص مخصر ولا بالحمرة والبودرة والكحلة وقذلتها طالعة وكذا، واللباس لباس الزينة، ويقول تحجبت. هذا ما هو صحيح، لا نضحك على أنفسنا، ليس هذا هو الحجاب. الله تبارك وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، أن يعرفن بالستر والحشمة فلا يؤذين. ويقول الله تبارك وتعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، حتى ذكر بقية المحارم. هذا هو الحجاب الشرعي. لا تبدي زينتها، لا تبدي زينة المكياج، هذا ليس بحجاب. التي تخرج بمكياجها ليست محجبة، التي تخرج جزءا من شعرها ليست محجبة، التي تلبس البنطال دون أن تغطيه بثوب ساتر ليست بمحجبة، التي تلبس الملابس المخصرة ليست بمحجبة، التي تلبس ملابس المزركشة والزينة وغير ليست بمحجبة. لا نضحك على أنفسنا، وهذه نصيحة من القلب لأخواتي وبناتي. ليس هذا هو الحجاب. الحجاب هو الذي يستر الجسد. نحن لا نتكلم الآن عن تغطية الوجه والخلاف في هذه المسألة، ولكن نتكلم عن الآن الشيء الذي أجمع عليه العلماء واتفقوا عليه واتفقت عليه الأمة، أنه لا يكون حجاب مع خروج شيء من الشعر عن عمد، ولا يكون حجاب مع هذا المكياج الذي ابتليت به كثير من نساء المسلمين، ولا يكون حجاب مع لبس البنطال دون ستر الله، ولا يكون حجاب مع لبس الملابس المخصرة أو الملابس المزركشة. كل هذا من إبداء الزينة، فهذه ليست بمحجبة، وإن ادعت أنها محجبة وإن سماها الناس محجبة، وإنما هذه غطت شعرها بخرقة فقط. ولو أزالت هذه الخرقة لما صار فرق بينها وبين غيرها من سائر المتبرجات، فهذا ليس بحجاب. فعلى النساء أن يتقين الله تبارك وتعالى، وإذا قلنا إنهن تحجبن أن يتحجبن الحجاب الشرعي الذي أمر به الله تبارك وتعالى، وأن تغطي جميع جسدها بما يستره، ولا تبدي زينتها، ولا تتعطر أمام الرجال، ولا أيضا تتمكيج وغيرها أمام الرجال الأجانب. وإنما يكون هذا بين النساء مع أهلها مع زوجها وهكذا. أما مع عامة الناس تخرج بزينتها وكذا ثم يقال هذه محجبة، غير صحيح هذا أبدا. وكذلك الآن بعض المنقبات الآن منقبة، والكحل وغير الروائح وغيرها من الأمور، وتقول منقبة، هذا غير صحيح، غير صحيح. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في نسائنا وفي بناتنا وفي أخواتنا وفي أمهاتنا، وعلى النساء كذلك أن يتقين الله تبارك وتعالى وأن يلتزمن الحجاب، والله المستعان.